السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت طالب في الصف السادس الثانوي الأزهري فالفيديو اللي قدامك ده أكيد لك انت معاك، عشان ما تنساش إنجازات سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. 3 حاجات تخلي بالك منهم عشان ما تنساش إنجازات سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه: البحر، وأن سيدنا عثمان مهندس الخلفاء الراشدين شارك في كثيرا من الأعمال الهندسية، والقرآن. أول حاجة فيما يخص البحر، سيدنا عثمان عمل إيه فيما يخص البحر؟ بيلدينج أب، ولما بتستخدم كلمة أب مع بيلدينج بيبقى معناها بناء متراكم. بيلدينج أب إيه؟ The first Islamic إيه؟ military marine fleet. يعني إيه بيلدينج أب the first Islamic military marine fleet؟ دي معناها إيه؟ معناها بناء أول أسطول بحري إسلامي، ودي مهمة جدا إن سيدنا عثمان هو أول من بنى أول أسطول بحري إسلامي، يبقى دي رقم واحد. طب أنت بتقول لنا هو مهندس الخلفاء، هو مهندس الخلفاء إزاي؟ عمل حاجتين، الحاجتين يثبتوا لك إن هو مهندس الخلفاء. أول حاجة completing public projects، يعني إيه؟ يعني أكمل المشاريع العامة. كمان مرة completing public projects. طيب تاني حاجة هي changing، تغيير the administrative divisions. يعني إيه؟ يعني غير التقسيمات الإدارية، أعاد التقسيم الإداري للبلد بما يتماشى مع الصالح العام ويجعل البلد فيه ازدهار أكثر. يبقى changing the administrative division. طب رقم 3 القرآن. القرآن، وانت دايما لما تمسك المصحف تفتكر سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. compilation يعني جمع الإيه؟ of a standardized version. يعني إيه standardized version؟ يعني نسخة معيارية موحدة متوافقة of the holy Quran، للقرآن الكريم. في شكل إيه بقى؟ في شكل كتاب واحد. يعني إيه في شكل كتاب واحد؟ in a single codex. يبقى compilation of a standardized version of the holy Quran in a single codex. تحفظ دولت معانا بقى وتخلي بالك منهم وتتابع معانا إن شاء الله. فيما يلي ذلك بنشرح حاجات من أهم الأسئلة اللي بتكون موجودة في الإسلامي، وخلي بالك إن الإسلامي مهم جدا لطلبة الثانوية الأزهرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.